حضرتك عرفينا بنفسك. مع حضرتك فريزة إيليا، مدير عام الجمعية المصرية لتنمية الإبداعات، متحدث يعني. طيب حضرتك عايزك توصفي لي اليوم النهارده. انتوا النهارده بتحتفلوا بيوم اليتيم. تمام. وكانت حفله احنا طبعا حضرناها وكانت حفله جميله جدا. حضرتك بقى اشرحي لنا الحفله دي ابتديتوها ازاي وفكرتوا فيها ازاي وايه اللي تم يعني، واشرحي لنا الموقف بتاع النهارده ايه اللي تم فيه برضه. بالمختصر او في عجاله، احنا بنشتغل لذوي الاحتياجات الخاصه، تخصص ذوي الاحتياجات الخاصه الاربع اعاقات. واول مره نفكر ان احنا نعمل حفله للايتام ذوي الاحتياجات الخاصه والاسواق. معذره انا بس صوتي مفتوح عشان خاطر معلش احنا مقدرين تعب حضرتك النهارده، احنا ملاحظينك من الصبح لحد دلوقتي تعبانه وربنا معاكي. ربنا يخليكم. الحفله النهارده احنا طبعا لما عرضنا على استاذ سعيد المختار صاحب قاعه ليالي لبنان ان احنا عايزين نعمل حفل للايتام، ما بخلش علينا وفورا قال لنا ان احنا تحت امركم. بدانا ان احنا نعمل التجهيزات، بدانا ان احنا نبعت للمراكز. احنا كنا هنعملها ل 3000 بس لقينا ان احنا هيبقى اللوت كبير جدا، فاقتصرناها على 1000 ست بحيث ان يبقى الخدمات تبقى افضل وافضل. وعشان تبقى النواه الاولى بس نبتدي بالعدد دوت، هي دي النواه الاولى، وان شاء الله السنه اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها نقدر نعمل العدد اكبر من